الزيوت هتنخفض، وانخفاضها هيبقى معدله بانخفاض معدل الدولار للجنيه، لسبب ان 97% من الزيوت النباتيه مستورده، وبالتالي تاثير مباشر، وبالتالي ليس هناك اي احتمال في ارتفاع اي حاجه في الزيوت، بل بالعكس هتقل. نفس العمليه بالنسبه للاقماح، تجد التاثير على طول 50%، لسبب بنستورد 50% و50% محلي. بالنسبه لكافه السلع هيتم مش مجرد تدخل حكومه، مجرد توفير العمله للساده المصنعين والمستوردين، هتجد على طول تاثير مباشر، وانا بقول مباشر، في سعر السلع. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم عماد العطار. بعد انهيار الدولار في السوق، الكل ينتظر، الكل يترقب، السلع ما نزلتش ليه؟ من ساعة قصة رأس الحكمة والأسعار في النازل، ويوم بعد يوم الأسعار في النازل بعد مشروع الاستثماري رأس الحكمة. جديدة من برنامج الحكاية. عندي سؤال كده علشان اللي حابب يفكر، اللي مش حابب يفكر ده موضوع يعني ريح دماغك. هو احنا لو ما كناش عملنا الصفقة دي امبارح كان ايه اللي هيحصل؟ قال ايه رئيس الوزراء؟ عشان اوريكم بس حكايه الهري المستمره على مصر طول الوقت. النهارده عندنا سلع كتير قوي نزلت. تخيلوا ان في سلع نزلت بالالافات. الحديد النهارده اترزع 14,000 جنيه في يوم واحد. بنتكلم كام يوم ل 10 مليار هيدخلوا البنك المركزي. احنا اسبوع كان يوم الجمعه، فنبدا من النهارده يوم عمل حد يعني معانا يمكن نهايه هذا الاسبوع بنتكلم على 10 مليار دولار يدخلوا البنك المركزي. هيعملوا عندنا انفراجه، مش هيحلوا الازمه كلها، ولكن بدايه انفراجه بجد. احنا مسامحينكم في 21 يوم او في شهر، بس نزلوا الاسعار، لان برضه طبقا لكلامهم هم نفسهم يا جماعه بيقولوا انه زياده اسعار الثلاجات والبوتاجازات والشفاطات والتكييفات والحاجات دي، هم بيقولوا انها كان مبالغ فيها جدا. طب ما انتوا اللي بتبيعوا، فبالتالي هم بيقولوا انها هتنزل كمان 15 يوم، واحنا مسامحينهم في اكتر من 15 يوم. طبعا الإعلاميين أو السادة الإعلاميين أو الإعلام كله طالع بما فيهم أنا مبروك، خلاص الأسعار نزلت، الأسعار في انهيار، الذهب نزل، الدولار نزل، اللي السلع الأساسية ما نزلتش ليه؟ يمكن كل واحد فينا له أماله وطموحاته، ويمكن في ناس مش راضية وعندها حق، لأن المعاناة كبيرة مش قليلة، والمشاكل ما حدش يقدر يتغاضاها ولا حد يقدر يقفل بق عنها أبدا. احنا عايشين وشايفين أهلنا وشايفين ناسنا وشايفين حجم المعاناة وشايفين حجم المشاكل وشايفين غلاء الأسعار اللي قالها بظهور الناس، حاسين بده. صدقوني ما فيش إنسان عنده ذرة من ضمير ما يحسش باللي بيحصل، ما يحسش بأوجاع الناس. ونقفل لانه هيبقى عندك فلوس هتجيب فلوس، ونبدا نشتغل على المثلث الذهبي اللي بنتكلم عليه. صناعه رقم واحد، استثمار زي ما احنا بنعمل دلوقتي، جذب استثمارات في نجاح اهو وشهاده نجاح، ثم تصدير. دول المثلث الذهبي. لكن خلونا نتفق ان البلد دي بلدنا كلنا، وخلونا نتفق انه مهما تباينت الاراء واختلفت المواقف، لكن في ثوابت عندنا. من ابرز هذه الثوابت هو الحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، الحفاظ على مؤسسات الدولة، السعي ان احنا نكون مش معول هدم، لكن أداة للبناء. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. تعالوا نشوف بعد انهيار الدولار في السوق السوداء امتى تتراجع الاسعار. خلاص، طيب احتياجات مصر في شهر رمضان قد ايه؟ الرقم 360 مليون دولار شهر رمضان. ليه؟ الافراج عن المنتجات الاساسيه زي
الألبان والجبن والحاجات اللي هي الأساسية اللي هو بيحتاجها المواطن، بس دي محتاجة وقت. الزيوت هتنخفض، وانخفاضها هيبقى معدله بانخفاض معدل الدولار للجنيه، لسبب ان 97% من الزيوت النباتيه مستورده، وبالتالي تاثير مباشر، وبالتالي ليس هناك اي احتمال في ارتفاع اي حاجه في الزيوت، بل بالعكس هتقل. نفس العمليه بالنسبه للاقماح، تجد التاثير على طول 50%، لسبب بنستورد 50% و50% محلي. بالنسبه لكافه السلع هيتم مش مجرد تدخل حكومه، مجرد توفير العمله للساده المصنعين والمستوردين، هتجد على طول تاثير مباشر، وانا بقول مباشر، في سعر السلع. بالإضافة إلى مليار و300 مليون، خلي بالكم بقى، مليار و300 مليون آسف، ماشي، دول للسلع الأساسية الموجودة في المواني. هي عبارة عن إيه؟ عن أدوية وخامات دوائية وسلع أساسية من سكر وزيت وعدس وجبن وإيه؟ وألبان، وهي الأكبر بنسبة 95%، بالإضافة طبعا إلى القمح والرز والإيه؟ والأعلاف والأدوية واللحوم، كل ده بيرجع إلى الرصيد الاستراتيجي إلى 6 أشهر. انتوا معايا يا جماعة؟ انتوا معايا؟ ده الكلام المصرح بيه. مليار و300 مليون ليه؟ عشان السلع الأساسية الموجودة فين؟ في المواني، وانا قلت لكم هي عبارة عن ايه. طيب المبلغ الثاني 360 مليون دولار، مش مليار دولار، مليون دولار، تمام؟ وهذا المبلغ كفيل بان احنا نتجاوز شهر رمضان. معايا؟ المبالغ هنا 360 مليون دولار، ماشي، ومحتاجين مليار و300 مليون عشان يفرج عن الايه؟ عن المنتجات اللي هي موجوده في المواني. يعني الموضوع محتاج وقت، واحنا داخلين على شهر رمضان، واحنا بنقول ان المذيعين عمالين يقولوا ايه؟ الاسعار نزل. في بعض منهم بصراحه بيقول انا يهمني الاسعار ويهمني. كان في جزء كبير جدا من البضائع مكدس في المواني، ليه؟ لانه محتاج لسيوله دولاريه. النهارده بقى الوضع مختلف تماما، الدولارات موجوده. بالنسبه ان شاء الله لما يتم الافراج، الاسعار هيكون شأنها ايه؟ الاسعار الاول هتخفض في الجمله، اول حاجه الجمله، لكن التجزئه هتبقى واحده واحده. طيب امتى تنخفض في التجزئه عشان المواطن يبقى فاهم القصه ديك؟ تنخفض في التجزئه لما يثبت سعر الدولار. اهم حاجه في ثبات سعر الدولار، طالما الدولار ثبت هتنزل الموضوع خلاص هيطبق على التجزئه. طب امتى؟ هقول لكم امتى. في حاله وجود تدفقات دولاريه سيبدا البنك المركزي على طول التحرك بحريه في سعر الصرف. خلاص، اهم حاجه عندنا اللي هي ايه؟ التدفقات، الفلوس، الدولارات. اهم حاجه الدولارات، كل العمليه دي كلها في الدولارات. طيب بالنسبه للافراج عن الحاجات اللي هي في المواني، هيتم الافراج عنها ولكن تدريجيا خلال ايام، يعني ان شاء الله باذن الله هيكون قبل رمضان باذن الله. طب الاولويه هتكون ليه؟ هتكون للسلع الاساسيه اللي هي الالبان والبودره والايه؟ والادويه ومستلزمات الانتاج. احنا بنقول ان قيمه البضائع الموجوده في الجمارك محتاجه مليار و300 مليون، ماشي؟ ليه؟ ان شاء الله هيتم تدبيرهم لبدء الافراج عن البضائع في خلال ايه؟ في خلال ايام. وطبعا الحكومه ستعمل على ضبط الاسعار
قبل حلول شهر رمضان بإذن الله. ويقال إن في الأسواق بدأت تستجيب للحكومة وبدأت في خفض الأسعار، منها الذرة ومنها الفول الصويا. ليه؟ لأن دول أساسيات لتربية الدواجن والحيوانات، وطبعا كلنا انتوا عارفين بنحتاج إلى الإيه؟ إلى البروتين وأيضا إلى الدواجن والقصة دي كلها. طيب في خبر قدامي هنا بيقول إن هبوط الأسعار هيحتاج فترة، يعني ممكن من شهر لشهرين. انا معاكم طالما شهر او شهرين، بس المشكله من شهر او شهرين تبص تلاقي ايه؟ العمليه ارتفعت تاني، المواطن حاطط ايده على قلبه. هي القصه دي اللي انا بحكيها لكم عن موضوع الدولار وهبوط الدولار وانعكاسه على السلع الاساسيه. احنا قلنا ان السلع في المواني محتاجه مليار و300 مليون جنيه، الحكومه بتحاول توفرهم في خلال أيام عشان يتم الإفراج عن السلع الموجودة في المواني. لكن التخفيض هيكون على الجملة الأول. عقبال ما يوصل للتجزئة لازم ثبات سعر الدولار يثبت الأول على 30 جنيه، على 30 و40 قرش، على ما هو عليه. بعد كده التجزئة أو المواطن هيحس بالفرق، هيحس بانخفاض الاسعار. لكن انخفاض الاسعار يقال انها ممكن تقعد لشهر او شهرين على الاقل. هنا وانا بكلمك دلوقتي 3 شهور ونص قمح، مع العلم ان الموسم هيبتدي في 15/4، يعني احنا فاضل على الموسم شهر ونص، انما عندنا احتياط استراتيجي للقمح 3 اشهر ونص. عندنا وانا بكلمكم دلوقتي اهو 6 اشهر سكر، ومع ذلك الناس كلها متكالبة على السكر. مشكلة السكر اللي احنا موجودين فيها دي مشكلة توزيع. يعني ايه مشكلة توزيع؟ الحكومة او الوزارة ممثلة في الشركة القابضة هي اللي بتقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار اللي موجودين في المحافظات. هو تفتكروا ان عبد الفتاح السيسي بيعرف ينام كويس ولا نايم مرتاح البال؟ ده مهموم 24 ساعة اكتر منك ومني، لانه في النهايه المساله في وشه. في النهايه هو قائد هذا البلد، في النهايه هو مسؤول عن هذا البلد، في النهايه هو شايف معاناه الناس، شايف مشاكل الناس. فكان الله في عونه، هيلاقيها من الشمال ولا من الجنوب ولا من الغرب ولا من الشرق ولا من الفساد ولا من الفاسدين ولا من غلاء الاسعار ولا من تراخي البعض. 100 حاجه بتشده.